فوق التلال الصحراوية على بعد 200 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة السودانية الخرطوم، تنتصب أهرامات مدينة مروي التي توجد في منطقة البجراوية، منطقة كانت عاصمة للمملكة الكوشية لعدة قرون. أهرامات تحكي حضارة عريقة قدم القارة السمراء نفسها، يتراوح طولها بين 6 أمتار إلى 30 مترا، ويعود بعضها إلى أكثر من 4000 سنة. تعد أصغر حجما وأكثر حدة من الأهرامات المصرية. هذه الإهرامات تختلف من الإهرامات الفرعونية، حيث أن عدد الإهرامات الموجودة في السودان أكبر من الإهرامات الموجودة في مصر. هنالك يتجاوز عدد الإهرامات الشاخصة في السودان 300 هرم، وموجودة في منطقة الكرو ونوري وجبل البركل والبجراوية. الأهرامات تحمل عناصر زخرفية من ثقافات مصر الفرعونية واليونان وروما، ما يجعلها وفقا لمنظمة اليونسكو آثارا لا تقدر بثمن. ولكن السؤال الكبير الذي يراود الزائر: لماذا لا تلقى هذه الآثار العناية والاهتمام، سواء من الحكومة السودانية أو من المجتمع الدولي ومنظمات الآثار العالمية؟ يشار إلى أن العقوبات الدولية التي تستهدف حكومة البشير منذ فترة طويلة أدت إلى الحد من وصول المساعدات الخارجية التي تساهم في الحفاظ على هذه الآثار. أثرت العقوبات على وضع الآثار بقلة الدعم الفني المتلقي للمخصص لحماية الآثار وترميمها، وخاصة من مؤسسات المانحة الأمريكية. بالرغم من أنه في الآونة الأخيرة لاحظنا تنامي في زيادة أعداد البعثات الأمريكية العاملة في مجال الآثار. هؤلاء الباعة يفترشون الأرض عارضين بضائعهم من الحلي القديمة ومن الصناعات المحلية اليدوية والآلات الموسيقية التقليدية، يتحينون فرصة وجود بعض الوفود السياحية. نرغب في الاطلاع على الثقافات القديمة التي وجدت قبل ثقافتنا المتواضعة. هنا ثقافة عريقة تعود إلى 2000 سنة. أهرامات السودان نصب تذكاري لتاريخ مشترك بين مصر والسودان، فمصر حكمت ما يعرف الآن بالسودان لمدة 5 قرون، إلى أن انهارت إمبراطوريتها في القرن الثامن قبل الميلاد. ملوك السودان حكموا مصر في وقت لاحق قرابة 400 سنة، وكانت منطقة مروي حيث توجد الأهرامات مزدهرة كمركز للمملكة الإفريقية سنة 400